هو فعلا لو صحيت كل يوم الساعة 5 الصبح دماغك هيشتغل أحسن وإنتاجيتك هتزيد؟ أبي لا تعطيني سمكة، بل علمني كيف أصطاد. عليك أولا يا ولدي الاستيقاظ باكرا. حاج الله يرضى عليك، خلاص أعطيني سمكة. الحقيقة إن معظم الناس بيربطوا النجاح والإنتاجية بإنك تصحى بدري، لكن ده مش صح، لأن جسمك فيه حاجة اسمها الساعة البيولوجية، ودي اللي بتحدد لك إمتى تحس بالجوع، إمتى تحس بالنعاس، وإمتى تكون في أعلى درجات التركيز. والمفاجأة بقى إن جزء كبير من الكلام ده بيتحكم فيه الجينات بتاعتك. يعني في ناس جيناتهم مهيئة انهم يصحوا بدري، وناس تانية جيناتهم بتخليهم يشتغلوا بكفاءة اعلى بالليل. فلو انت من النوع التاني وجيت تصحى الساعة 5 الصبح، ده مش هيفيدك ابدا، بل بالعكس ممكن يضرك. طيب ليه؟ لانك كده ممكن تفوت اهم مرحلة من مراحل النوم، وهي مرحلة نوم حركة العين السريعة او الريم، واللي بتكون في الساعات الاخيرة من الليل. المرحلة دي بيحصل فيها اكبر شغل للدماغ من ناحية تنظيم المشاعر والذكريات. فلو قمت بدري قوي مش بس هتقوم مرهق، ده كمان دماغك مش هيبقى مرتب ولا متزن عاطفيا. فالفكرة مش انك تصحى بدري وخلاص، الاهم انك تفهم جسمك شغال ازاي وتظبط يومك عليه وتعمل فل. سلام.